رجعنا ليكم مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. أكتر مشكلة بتضايق الستات، بتضايق البنات الصغيرين، هي الستريتش ماركس أو علامات التمدد. النهاردة هيكون معانا دكتور دنيا الهجراسي، أخصائي التغذية العلاجية ونحت القوام الغير جراحي، تشرح لنا بالتفصيل لو في حل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. ازيك؟ هل فعلا في حل للستريتش ماركس؟ اللي متعودين عليه انه لا، امم لكن ريسنتلي بقى في نيو تكنولوجي اللي هي الباي 1، جهاز الباي 1 اللي بيعمل ريجنريشن للسيل اتسلف. يعني ايه؟ يعني احنا الاول كنا معتمدين على فكره انه لما بنيجي نعمل تريتمنت للجلد بتبقى عباره عن كنترولد انجري، بنعمل ضرر بسيط في الجلد فيبدا الجلد يعمل هيلينج. اثناء الهيلينج بروسيس ده بيبدا الجلد المشكله اللي فيه تتحسن. دلوقتي الباي 1 المختلف فيه انه بيتعامل مع الجلد بطريقه اذكى، ان هو بيبدا يصلح الخليه نفسها، الخليه اللي اوريدي حصل لها ضمور او ماتت او بقت ضعيفه دي بيبدا يوصل لها اكسجين تاني، يبدا يوصل لها نيوترينز، بلاد سبلاي، تبدا تعيد بناء نفسها مره تانية. يعني بنحاول نمانوفر ونلف حوالين المشكلة عشان نلاقي لها حلول. بالظبط. لأن الحلول القديمة ما كانتش فعالة قوي. مش فعاله بنسبه كبيره، ومعظم الناس اصلا كمان كان عندها يأس في فكره الاسترتش ماركس، ان هو من اكتر الحاجات اللي ما بيلاقوش فيها تغيير واضح. تمام. طيب، عايزه اعرف بالظبط، هو جهاز حضرتك بتمشيه كدكتور مظبوط. على الاماكن اللي فيها ستريتش ماركس، صح؟ مظبوط. طب في وجع؟ نو بين، لا، السيشن بتبقى بسيطه جدا. مش بتحس باي حاجه، مدتها بسيطه، مفيش داون تايم، بتمارس حياتها بعدها ولا بشكل في طبيعي، تورم ولا في زرقان خالص ولا نهائي. في شفط كده في الجلد اللي بيوجع في ده؟ شفط بسيط بس مش بينفل، بيبقى محتمل، ويعني مفيش اي حد بيبقى متضايق اثناء السيشن خالص. حضرتك عارفه ان معظم الناس اللي بتبقى متضايقه بيبقوا بنات صغيرين، فاحنا عايزين نقنعهم ان الموضوع ده مش بيوجع، فانت شايفه الجهاز مناسب جدا للسن الصغير؟ لا بالعكس، هو السن ده كمان كل ما بيبدا بدري كل ما كان الخلايا فيه عندها تستجيب ريجنريشن بشكل اسرع، بيبدا يحصل تحسن ملحوظ احسن. والستريتش ماركس من الحاجات اللي كل ما نبدا فيها بدري كل ما كان الريزلت بتاعتها بتبقى احسن كتير. طيب حضرتك عارفه يا دكتور ان في نوعين من الستريتش ماركس، في اللي لونها ابيض وفي اللي لونها احمر. الجهاز نتائجه احسن مع مين؟ الاثنين كويسين طبعا. الاحمر بيكون لسه واصل لها نسبه بلاد سبلاي فبيكون الهيلينج بتاعها اسرع، ولكن الجديد ان هو بقى الابيض بيتعالج، يعني حتى الخلايا اللي اوريدي ما بقاش واصل لها دم خالص بيبدا يوصل لها دم من تاني، يبدا يتحسن فيها السيركيوليشن، ويبدا الجلد يعيد بناء الكولاجين. الخلايا اللي اوريدي ما وصلهاش كولاجين بقت خلاص خلايا ضعيفه، يبدا يتم فيها بناء الكولاجين من جديد، فبالتالي يبدا يتشد الجلد ويبقى اقوى من الاول بمراحل. فبقت الاثنين زي بعض، بقى فيهم حل. بالظبط. طيب بنحتاج كام سيشن علشان نبتدي نحس بالنتيجه؟ حسب الديجري اوف سيلولايت او حسب الديجري اوف ستريتش ماركس. يعني احنا عندنا في اكتر من ديجري، في بتبقى اوريدي بقى لها فتره بسيطه، في بقى لها فتره كبيره، في فيها تمدد في الجلد وترهل، فكل حاجه مختلفه. ولكن احنا بنلاحظ تحسن ملحوظ من اول اسبوع او اسبوعين بعد ما نبدا سيشنز. بيبان من الاول على طول بالظبط. ونكمل بقى كام سيشن بيبان. بعديها؟ هي بتيجي كل مره الكلاينت حاسه انه ايه ده، لا جلدي بقى احسن، مشدود اكتر، التمددات اللي كانت واضحه دي بدا الجلد يلم، بدا يبقى فيه يعني والفكره كمان يا دكتور ان المريض لو ما شافش نتيجه من اول جلستين ثلاثه ولو حتى نتيجه 10% مش هيكمل، بيحبط وما بيكملش. فكويس ان يشوف حتى نتيجه. هو دي اكتر حاجه بتشجعه، ان هو شايف ان في فرق، او ان هي شايفه انه الجلد بيتحسن، فيه مرونه، فده بيخليها ملتزمه وبنوصل لنتائج اسرع كمان ما بنبقى محددين يعني. طيب هل الجهاز نفسه بالنسبه لان هو بيحسن الدوره الدمويه وبيحسن جوده الخلايا زي ما حضرتك بتقولي، هل ممكن يستخدم في انديكيشنز ثانيه غير بقى الستريتش ماركس ولا هو بس الستريتش ماركس؟ لا، بيستخدم في سكيل واسع جدا من الانديكيشنز، زي لو في عندنا سكار قديمه، في بيرن، في اي حاجه في الجلد فيها مشكله. هو اول ما بيحصل لوس اوف كولاجين ممكن يحصل ستريتش مارك، ممكن يحصل ترهل في الجلد، بيبقى فيه ساجنج، في حاجات كتير. كل لما بنعالج الكولاجين ريموديلنج ده كل ما الجلد بيتحسن، فبيخدمنا في كل الحاجات دي بنلاقي فيها تحسن ملحوظ في الجلد. طيب وهل النتيجه بتبقى نهائيه خلاص ولا بتحتاجنا كل سنه تروح تعمل تاني؟ لا، احنا زي ما قلنا انه الباي 1 مختلف في انه بيعمل تحفيز للكولاجين في الخلايا، بيعيد انتاج واصلاح الخلايا. فاذا احنا مش بنحل المشكله بشكل مؤقت، احنا بنعمل ريبيرنج للسيل
نفسها. تمام. فالموضوع ما بيبقاش مؤقت، هي وانس انها بتبدا الجلد يتحسن، مرونته بتزيد وهي خلاص بتكمل النتيجه. بس شكرا يا دكتور، نورتينا. ميرسي ميرسي جدا. لذوقك شكرا. قوي. لسه عندنا فقرات في دكتور هيلث، خليكم معانا.